يا دهيا قالك المحامي أحمد اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت هربت ابنك هجرة شرعية ليه يا دهيا لما كان في نفس التوقيت بتاع القضية بتاعة حسين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواتنا في غزة واخواتنا في فلسطين واخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن المحامي أحمد، اللي هو طالع يمسك قضية مين؟ قضية حسين. هو دلوقتي بدأ التحرك في القضية، بس يا ترى هنا في أسئلة كتير جدا حابين نسألها لدهيا. يا ترى يا دهيا انت ايه اللي تعبك وايه اللي مضايقك انه حسين يخرج من السجن؟ ويا ترى يا دهيا ليه الحس هربتيه في نفس التوقيت بتاع القضية بتاعت حسين؟ عملتيله هجرة الشرعية. ليه هربتيه؟ وليه وقتها على طول رجع تاني ما قعدش موجود هناك بره طول ما هو طالع مسافر علشان يشتغل؟ هنا بقى هنتكلم عن كل الكلام ده كله. وكمان المحامي وجه لها رسالة وقال لها انت طالعة بتتهميني اني انا شمام واني انا حسين ده كنت انا وهو نشم مع بعض. طيب بصي بقى بعد كده ده اخر تنبيه ليكي، ولو طلعت واتكلمت عليا تاني انا هعرفك مين الشمام ومين اللي ما يشم عندك ومين اللي ما يشرب عندك. يعني شكلها داهية كده حطت نفسها في كارثة ومصيبة، بس هي مش عارفة تطلع نفسها ولا عارفة تفرفص فيها. وقال لها كمان كلميني عن الفلوس الكتيرة اللي داخلة بدون اي حساب، الفلوس الغير مشروعة. تعالي نتكلم في كل ده وهنتكلم معاكي في حاجات كتير، بس انت فكري واطلعي تشتميني تاني وغلطي فيا. وموضوع حسين ده انا اعرف حسين واعرف العيلة دي كلها، واعرف ان شخصية حسين يعني الراجل عمره كله ما تعدى على واحدة ولا تعدى على اي شخص في الشارع ولا غلط في حق حد علشان خاطر يروح يغلط في حق بنته. يعني هنا بيقول ايه؟ بيقول على حسين ان هو شخصية محترمة، مش شخصية قليلة الادب، مش يعني واحد بقى شمام وخمرنجي والكلام ده وبيمشي مثلا يعني عاكس في الناس في الشارع ولا يقول كلام مش كويس في الشارع ولا الكلام ده كله. قال لها انا اعرفه، وابنك زي ما طالع بيتكلم ويقول لي انا اللي بتاع المحفظة ومش بتاع المحفظة، مفيش مشكلة، كل واحد فينا هيعرف مين الصح ومين الغلط وكل النقط تتحط على الحروف. وفعلا اكيد احنا بدأنا حقيقي ان احنا ناخد الاجراءات بتاعتنا، وبعت 2 من المكتب بتاعي علشان خاطر يتواصلوا ويروحوا يوصلوا لحسين، وعملنا اذن من النيابة وهيروحوا لحسين وهنروح نتكلم معاه وهنعرف كل التفاصيل. كمان يا جماعة برضو نفس النظام، ما احنا برضو هنا في علامات استفهام. ايه مشكلة داهية ان حسين يخرج من السجن؟ ايه مشكلة داهية ان الناس توقف له محاميين وتديله محاميين او توقف له او تطلعه لما هي ملهاش مشكلة في الموضوع او ما عندهاش مشكلة في الموضوع؟ طب هي ليه بتعمل كده؟ هي ليه يعني في الوضع ده؟ قال لها يا داهية الناس اللي بيوتها من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب، علشان خاطر احنا كده اثبتي على نفسك ان حسين ده مظلوم وان حسين ده محبوس ظلم وان حسين ده شايل قضية مكان حد. طبعا مين بقى يا ولاد الحس اللي هو طالع بقى ده محامي بقى وبيتكلم في البث المباشر وعاوز يتهم بقى الراجل المحامي بأي اتهامات، وهي برضو بتتهم المحامي ان هو شمام وان هو كان بيشم مع حسين وان هما الاتنين كانوا قاعدين مع بعض وكانوا بيشموا مع بعض. بس دليل ان زي ما رأي المحامي قالك لو انا شخص شمام وخمرونجي والكلام ده كله، يا ترى هيبقى حالي كده ان انا هطلع واروح اتكلم واجيب حق واحد؟
لا، بس ده دليل يثبت انك انتي اللي مورطة حسين في القضية اللي انتي مش عاوزاه يخرج منها. واحد مظلوم وعاوزاه يعيش 10 سنين سجن في ظلم وقهر وحبس عشان خاطر ابنك يفضل قاعد حر في بره. يا حرام بجد، ايه الافتراء ده؟ بجد الشخصية دي هتبقى اخرتها سودة، داهية دي هتبقى اخرتها سودة، وخليكم فاكرين كلام، والله اخرتها هتبقى سودة. بتظلم الناس وتحبس الناس معلش يعني احنا بقى. انت بتقولي ان سلمى بنته لو طلعت هتقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده بالظبط، وهتقول ان هي مش عاوزاه يخرج من السجن. طيب يا ستي احنا بنطالبك بقى، احنا هنصدقك ونقول انك انت صادقه يا داهيه وكل كلامك صح الصح. طلعي لنا بقى بنته وخليها تقول حتى ان هي بتحبك، ولا ان هي عاوزاكي، ولا ان هي حابه ان هي تعيش مع عمها، وان ما تخليهاش تحكي لنا اي حاجه عن القضيه. طلعي لنا الشخصيه ذات نفسها واحنا نعرف نحكم على الشخصيه بكل الصفات اللي قدامنا. اللي على الاقل لو بقها بيقول عينيها هتقول حاجه تاني. طلعي لنا الشخصيه دي اللي هي بنتها، اللي انت دلوقتي بتقولي ان هي بنته ما عاوزاهوش يخرج، وان هي بنته. فيش حد بيبقى عاوز يعيش مكان بعيد عن امه وبعيد عن ابوه. يعني انتي خالتها ذات نفسها قالت على البت كلام مش كويس عندك في البث المباشر، وانتي نفس النظام قعدتي تقولي ماليش دعوه وما يخصنيش ومش عارفه ايه. ولما بيقولوا لك خديها لابنك رحت قلتي لا اصلك هي عاوزه تكمل تعليمها وتبقى دكتوره. ولما قالت لك اللي اسمها ام محمد دي احنا ناخدها لابننا، قلت لها اهلا وسهلا بيكم، تشرفونا وتنورونا. فانت اساسا شخصيه متناقضه، وانت عارفه ان خروج حسين ده هتبقى نهايتك يا داهيه انت وابنك، لان الكارثه باينه قوي. والكلام كل ما له الكلام اللي قاله المحلاوي ان هو اساسا ابنك اللي هو كان عامل المصيبة دي وانت شيلتيها للراجل ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي بجد، انك انت شخصية مفترية، او ربنا شخص له ناس تطلع تدافع عنه عشان الظلم ظلمات ليوم القيامة. فربنا طلع الراجل ده علشان خاطر ان كمان توجه رسالة للحس يا ولاد. الحس بتاع السعودية اللي داهية بتشحت له وتبعت له في فلوس عشان تسدد له ديونه، وبتديله من تحت الترابيزة، والدنيا ماشية معاهم. طالع بقى يهدد الراجل ده. ده دليل قوي جدا ان داهية متورطة في مصيبة كبيرة، بالذات في قضية حسين دي. وكمان وجه لها رسالة المحامي وقال لها، وكمان بما ان هنفتح موضوع حسين، هنفتح بقى من اين لك هذا، ومنين الفلوس الغير طبيعية اللي ظهرت عليكي مرة واحدة، والتغيير الكامل، ونخليك تكلمينا من تحت مناخيرك ونشوف مين فين. فلوس غير شرعية، غسيل اموال، احنا هنشوف كل الكلام ده. وكانت رسالة مسجلة صوتية للراجل. طبعا هو اساسا فتح قناة دلوقتي وبينزل عليها فيديوهات، وهيتابع الموضوع كله على اليوتيوب كامل متكامل، هيكمل في قضية حسين لحد ما يشوف قضية حسين ايه مشكلتها ووصلت لحد دلوقتي كده فين. وفي نفس الوقت بيقول اللي معاه فلوس كتيرة، ركزوا يا جماعة، ركزوا يا حبايبي، اللي معاه فلوس كتيرة وينفع يدفع لواحد فلوس في السعودية علشان يخرجوا من السجن، وعلشان خاطر يدفع له ديونه، يعرف ان هو يدفع فلوس كتيرة لواحد يحبسه ويديله بدل 10 20 و30 من تحت الترابيزة. نمشي كل حاجة، وحاجات غير شرعية بنمشي كل حاجة. فاحنا عارفين وفاهمين الدنيا رايحة فين وجاية منين. وكمان راح موجه رسالة للحس اللي بعت له رسائل التهديد في السعودية، وبيبعت رسائل تهديد. اهبل وعبيط اساسا وملوش لازمة. بعت له، عاوزه اقول لك بس دي معلومة من عندي. حسام ده اللي هو افيونة، يعني افيونة ده ملهوش خير في اخواته، طالع يخلي الناس تشتم في بنت اخته وفي اخته، وهو قاعد زي خيبتها او عرة الرجالة وسط الحريم يسقف لهم.
فعادي يعني لما انت يطلع يعمل نفسه راجل عليك شوية يا استاذ، مفيش مشكلة، عاوز يثبت رجولته قدام داهية عشان طبعا تزود الشحاتة، علشان خاطر تديله فلوس اكتر، علشان خاطر تقف معاه اكتر. ما هو لازم، ما هو كل حاجة بيبقى ليها مقابل اكيد يعني. فطلع بقى الحس بعت له قال ايه تسجيلات صوتية يشتمه ويبهدله و قال له انا خدت التسجيلات الصوتية بتاعتك دي يا افيونة، وانا راح عملت لك بيها محضر وحررت لك بيها محضر، مجرد ما تخش داخل البلد يتقبض عليك، ومش هسكت على اي حد فيكم يطلع يقول ربع كلمة، وتنبيه وتحذير لداهية لو طلعت قالت اي كلمة عليا غلط او سبتني او قالت فيا حاجة مش فيا، هتلاقيني على طول رديت عليكي وبالرد اللي يكفيكي. بتقول ده هي بقى جايب لها مقطع، هو بتقول فيه انه اللي انتوا شايفينه ده وطالع عامل نفسه راجل، ده كان شغال عند ولادي في الكافيتيريا، ما عشان كده هو عارف كل مصايبهم وكوارثهم يا داهية، عشان كده عارف مين اللي معاه يشم ومين اللي معاه يشرب ومين اللي عارف كل حاجة. انتوا بتثبتوا على نفسيكم بنفسكم من غير ما تاخدوا بالك. الغرور والكبرياء اللي عندك ده يا داهية هيوقعك في شر أعمالك. من كتر الغرور يعني من كتر الغرور اللي انت عايشة فيه والكبرياء، الكبرياء والغرور ده اللي انت اساسا طالعه بيهم على فلوس غيرك وعلى دعم الناس ليكي وعلى شحاتة الناس، والفلوس اللي غير مشروعة اللي جايالك زيادة عن حدها دي. هو حوار حسين ده بقى هيفتح لك الدنيا كلها وهيجيبك ويريحك، ومحدش عارف، تمكن الادوار تتبدل، بدل ما حسين اللي يبقى في السجن حسين يبقى بره وانتي اللي تخشي السجن، عشان تجربي ان الظلم ظلمات ليوم القيامة. او يدخل صاحب القضية ذات نفسه يخش السجن، اللي طالع برطم وشغال بيتكلم بيبان عليك يا الكذاب، بيبان عليه من كل التصرفات اللي هو بيقولها. انتوا وهو مش واقفين بتجمعوا كلمتين على بعض وشغالين بتتهموا في الراجل. كل الناس حرامية وكل الناس سكرانجية وكل الناس خمرنجية وكل الناس حرامية وكل الناس كلها كتامة عندكم كلها، إلا انت وأولادك بس الشرفاء. هم بس الشرفاء، هم بس اللي ملهمش ولا غلطة، ملهوش ولا غلطة ولا فيهم ولا غلطة. ده انتي وليا هتخشي نار جهنم حتف، يخرب بيتك يخرب بيتك ويخرب بيت فجعتك وكبريائك وغرورك اللي انت فيه. انت واحدة ملكيش خير في اهلك، ملكيش خير في اخواتك، ملكيش خير في، هيبقى لك خير في حسين، ولا هيبقى لك خير في المحامي، ولا هيبقى لك خير في الناس اللي بره. ان انت بقى ده انت واحده واكله ناسك، ما عندكيش خير في اهلك. ما تطلعي تسبي بنت اختك وتتبلى عليها، بتطلعي تغلطي في اخوكي وتتبلى عليه وبتقول عليه ان هو خان صاحبه. يعني انت اساسا اكتر واحده سببت اعراض وشتيمه وقليله الادب، وبتطلعي بعد كده تتكلمي بالدين. انا ما فهمكيش بصراحه، بجد انا ما فهمكيش. الله يصلح حالنا وحالك يا حبيبتي والله. بجد اللي انت فيه ده يعني بجد الواحد انت تصعبي عليه من اللي انت فيه، لان الغرور اللي انت فيه والكبرياء والحقد والغلة من الست حلمية عميكي حقيقي، عميكي مخليكي ما شايفاش قدامك. الست قاعدة في بيتها كافية خيرها شرها، وانت ما فيش فايدة فيكي، بتهري وتنكتي في نفسك، وبالذات لما تلاقي الداعمين بقى بيخشوا حتى من ضمن في الفيديو اللي هو شغله. بتقول واحدة بتقول لها فلوس لطيفة، بتقول لها ايه المشكلة يا حبيبتي لما لطيفة تدعمني وتديني، مش زي ريحانة ولا زي فوفو ولا زي اللي بيدعموا وبيدوا، مش زيهم. فهي بقى بصي نار نار نار، هتموت من الست حلمية وهتموت من الدعم اللي ما يخش للست حلمية، بس هتفضل على طول الست حلمية كيداكي وفرساكي وأهراكي. والله الله يعينك، وإن شاء الله ربنا يخرج حسين ده بإذن الله وفك كربه بإذن الله، علشان يكشف داهية ويكشف ألاعيب داهية ويكشف حوارات داهية اللي ما خلصناش خالص. فربنا موجود، ربنا موجود يا. والظلم ظلمات ليوم القيامة. والراجل قال لها أنا وراكي والزمن طويل. وفكري تاني
تطلعي وتفتحي بس مباشر عليا، وانا هعرفك مين الشمام ومين السكرنجي ومين اللي بيعمل ومين اللي بيسوي. وفي نفس الوقت قال لها تعالى انا هسألك سؤال، انت ليه سفرتي ابنك في نفس التوقيت بتاعة القضية بتاعة حسين؟ ليه سفرتي السفرة الشرعية؟ يعني انت دفعتي فلوس كتير علشان خاطر تسفريه، ودفعتي فلوس كتير على لأفيونة علشان تخليه تحت طوعك، ودفعت فلوس كتير علشان تدخلي حسين السجن. فكل ده منين؟ والفلوس الغير شرعية دي جايالك منين؟ يا ترى من غسيل أموال ولا من مخدرات ولا ايه بالظبط؟ برضو احنا كل الكلام ده هنتكلم فيه وهنعرف كل التفاصيل، بس واحدة واحدة، وهنبدأها مع حسين. واحنا دلوقتي قال ان هم طلع 2 من عنده من المكتب بتاعه على وخد إذن نيابة علشان يروحوا يقابلوا حسين ويقعدوا معاه ويعرفوا القصة كلها من طقطق لسلام عليكم. قال واحنا يا للحس بقى لأفيونة، قال له يا أفيونة قبل ما تتكلم احنا هنا أسياد كتامة، فلما قبل ما تتكلم عليا انا هعلمك الادب، وكمان حبايبي اللي في السعودية هخليهم يعلموك الادب ويعلموا عليك، وحياة امك لاربيك واخليك تتكلم وتكلم نفسك الاول. المهم حبايبي ومتابعين المحترمين، قولولي ايه رأيكم في التعليقات، وقولولي يا ترى داهية جت اخرتها ولا ايه الدنيا؟ بس انا شايفة ان هي بتفرفر في الايام الاواخر. يلا قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.